السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى إخوات في الدنيا كلها. ربنا يا رب يبلغنا جميعا يا رب شهر رمضان وإحنا في أحسن وأتم حال، آمين يا رب العالمين. النهاردة يا حبايبي فيديو جديد، فيديو قوي جدا، فيديو جميل جميل إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع البركة. كلنا بنقول كلمة واحدة دلوقتي معانا كلنا: اليوم مش مقضي، اليوم مفيهوش بركة، الوقت بتاعنا مفيهوش بركة. طيب ازاي ان انا اخلي يوم يبقى فيه بركة؟ وبالذات كمان اخواتي وحبايبي اللي معاهم اطفال صغيرين وبودوهم دروس وحضانة ومدرسة خلاص هتبدأ كده. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يا رب يوفقهم جميعا يا رب، جميع الطلبة يا رب، ويفرحنا بيهم كلهم يا رب، امين يا رب العالمين. البركة بقت يعني مفيش في حياتنا بركة، مفيش في يومنا بركة. كلنا بنتكلم، كلنا بنشتكي، بنقول مفيش بركة في اليوم، مفيش بركة في حياتنا، مفيش بركة. يعني مجرد ما بصحى ما بلحقش ان انا مثلا اعمل اي حاجة، وبص الاقي اليوم بتاعي طار والوقت بيعدي وما عملتش حاجة، ما انجزتش حاجة. هقولك على صورة في القرآن الكريم لو بدأت بيها يومك إن شاء الله، صدقيني حياتك ويومك وعمرك كله هتفرق معاكي في حياتك، وغير البركة اللي هتاخديها وهتلاقي نفسك بتنجزي. بس أهم حاجة طبعا المواظبة يا أختي، المواظبة المواظبة المواظبة. أنا الكلام دوت طبعا أنا بقوله الكتير من حبايبي أو قريبين مني وعارفين الكلام دوت، ولو سمعوا الفيديو هيعرفوا إن أنا فعلا بقول لهم دايما الكلام دوت. اول حاجة لما بتصحي من النوم، لو انت مثلا وليكن بتصحي الفجر، صليتي الفجر، قرأتي اذكار الصباح، خلي دايما كل يوم ليكي كده وقت كده بعد صلاة الفجر كده اذكار الصباح. وهقولك لو يا ريت تبدأي يومك بقراءة السورة دي. السورة دي سورة ايه؟ السورة دي سورة البقرة. لو بدأت يا أختي يومك بيها سورة البقرة هتلاقي إن شاء الله يومك كله ماشي سبحان الله، كأن ربنا سبحان الله مسخر لك جنود من عنده بيساعدوكي وواقفين معاكي. وغير البركة اللي ربنا بيبقى مديهالنا يا أختي في يومنا، تلاقي اليوم كبير معاكي واليوم واسع معاكي، وبتقدري ان انتي عندي عايزة اودي بنتي المدرسة، عايزة اودي ابني الدرس، عايزة اجيب بنتي، عايزة اودي ابني، عايزة اعمل اكل، عايزة انظف، عايزة اعمل شغل، حاجات كتيرة ورايا. بص تلاقي نفسك انت دماغك اللي انت مرتباه لنفسك عايزة اعمل ايه بكرة، تلاقي دماغك اللي مرتباه كله بتقومي وبتعمليه بفضل الله، استعنتك بالله. وبسورة البقرة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كلنا ان سورة البقرة اخذها يعني انا خدتها في حياتي، يعني خدتها يعني انا بقرأها كل يوم. يعني يا اختي انا خدتها، يعني انا خدتها في حياتي، مش قرأتها النهاردة وبعد كده السنة الجاية بقرأها بقى مرة، ولا الشهر الجاي مرة يبقى انا كده واخداها في حياتي. لا، اخدتها في حياتي، خدتيها في حياتك، خديها يعني كل يوم. اخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. فاحنا عايزين البركة تيجي في حياتنا وتعم في حياتنا، وتلاقي نفسك بتقومي وتنظفي وتنجزي وتمسحي وبتخلصي كل اللي وراكي وشغلك كله دروس وأولاد والحياة فيها 100 حاجة وحاجة بنبقى عايزين نخلصها في نفس اليوم وفي نفس الوقت يا أختي. فعليكي وعلى الاستعانة بالله وقراءة سورة البقرة. توكلي على الله من دلوقتي وابدأي في سورة البقرة. طيب هتقولي لي طب انا دلوقتي اليوم بتاعي مش مقضي، لسه كمان هقطع من يومي وقت سورة البقرة. هقولك ما هو الوقت اللي انت بتاخديه في اول اليوم دوت لقراءة سورة البقرة هو دوت اللي هيطرح لك البركة طول اليوم. سورة البقرة مع ناس بتاخد معاهم، اعرف ناس بتاخد معاهم نص ساعة،
كتير جدا، وناس بتاخد معاهم ساعة الا ربع، وناس بتاخد معاهم ساعة. فهي الصورة ان شاء الله مش هتزيد معاكي عن ساعة بإذن الله، مش هتزيد عن الساعة، لكن الساعة دي هتفرق. شوفي ربنا مدلنا اليوم 24 ساعة، لما يكون يومك 24 ساعة تاخدي ساعة واحدة بس لسورة البقرة كل يوم، هتفرق معانا جدا في يومنا وفي حياتنا وفي الانجازات اللي انت هتنجزيها. هتبان امتى؟ عشان اكون صريحة معاكي، من اول يوم بتبقى باينة بسيط، تاني يوم بسيط، تالت يوم بسيط، مع المداومة هتلاقي فيه انجازات. وفي بس على فكرة بعد 4-5 ايام بتبدأي تحسي وتشوفي القراءة اللي انت قرأتيها من 3 ايام او من يومين بدأت تظهر عليكي وفي حياتك. تمام. طيب فاحنا دلوقتي لو التزمنا انا وانتم بسورة البقرة على ما يدخل عليكي شهر رمضان ان شاء الله هتكوني انجزتي وخلصتي بيتك وخلصتي كل حاجاتك وكل اللي وراكي. فصدقيني سورة البقرة دي سورة معجزة جدا، سورة فيها معجزات كفاية البركة. يعني انا لو هكلمك عن سورة البقرة وقد ايه فيها اسرار الهية سبحان الله، لكن انا بكلمك على خاصية فيها بس صغيرة اللي هي البركة. شوف البركة اللي احنا بنقول عليها حاجة صغيرة دي، لكن احنا كلنا محتاجين لها في يومنا البركة، لان احنا كلنا حاسين كده ان البركة منزوعة في حياتنا. طب لو واحدة تقول مثلا انا مش هينفع ان انا اقرأها في اول اليوم، هو الافضل اول اليوم لان احنا بدأنا بيها يومنا، هتشوفي الاسرار وهتشوفي طول اليوم البركة ماشية ازاي، تحس ان البركة معاكي في وقتك في كل خطوة بتخطيها. طب لو انت مش فاضية الصبح او مثلا صحيتي صليتي وعايزة تقومي، هتصحي اولادك او هتصحي زوجك او ايا كان يعني اللي هتصحيه، ومش فاضيه ووراكي حاجات الصبح كده، ممكن تخلي وقتها تاني بعد كده، يعني بعد مثلا بعد الظهر بعد العصر قبل ما تنامي. المهم انا بقولك الافضل لو بدأنا كلنا بيها اليوم، يعني لو بدأتي بيها يومك ده افضل بكتير. لكن ما بدأتيش بيها يومك وحبيتي تخليها مثلا في نص اليوم بعد الظهر زي ما قلتلك قبل النوم براحتك، برضو هتلاقي بركتها ان شاء الله بإذن الله. بس انا بقولك يعني لو بدأنا بيها، يعني انا عن نفسي احب ابدأ بيها اليوم، لكن لو اليوم دوت فيه معايا مثلا في ظرف او ظروف منعتني مثلا غصب عني ان انا ابدأ بيها، خلاص بقراها في اي وقت من اليوم، وبخصص لها برضو وقت بتاعي وبقعد بقراها. فهي بتفرق معانا جدا في حياتنا، بتفرق معانا في يومنا كله، بتفرق معانا. حتى لو انت عايزة تجيبي حاجات سبحان الله بتلاقي نفسك ان حتى الحاجات اللي بتجيبيها وتنزلي وتطلعي تلاقي في بركة، بركة في رزقك، بركة في وقتك، بركة في الاكل والشرب اللي بتعمليه، بركة في كل حاجة سبحان الله. ان قريتيها في بيتك، قريتيها في وسط ولادك، قريتيها قدام مثلا زوجك، المهم بتلاقي بركة في كل حياتك، بركة في الرزق، بركة في كل حاجة. انا بقولك سورة البقرة دي يعني تعتبر دي سورة المعجزات يا اختي، سورة المعجزات مليانة من اسرار. فانا يعني قلت بدل ما حياتنا كلها واقفة، ليه كلنا ما نشجعش بعض ونقول لبعض يلا نقرأ مع بعض سورة البقرة، يلا نقرب من ربنا. وبالذات احنا في شهر رجب، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا يا رب الأيام بخير يا رب، وربنا يبلغنا جميعا شهر رمضان. احنا دلوقتي في شهر رجب دلوقتي وداخل علينا خلاص، ده عدى نص رجب النهاردة، وان شاء الله يا دوبك شهر ونص بالظبط على رمضان. فربنا يا رب يبلغنا جميعا شهر رمضان يا رب العالمين. فدلوقتي يا حبايبي عايزين كلنا نلتزم عشان نلاقي البركة في حياتنا وفي أعمارنا وفي صحتنا، وتدخلي رمضان إن شاء الله وإنتي مستعدية، لأن هتكوني أنجزتي كل حاجتك كلها أنجزتيها. ما تستصعبيش الصورة، ما تقولش الصورة طويلة قوي، لا يا أختي الصورة مش طويلة ولا حاجة، الصورة مع المداومة والله بتكون قصيرة وبتكون سهلة وكلماتها خفيفة، وتلاقي نفسك لسانك بقى بينطق وبتحفظيها. انا بص الفيديو صغير وانا عارفة ان الفيديو صغير مش طويل، ويا رب يكون الفيديو يا اختي عجبك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. في بنات مش عارفين يعني ايه نفعل الجرس، فعليه يعني تدوسي على كلمة الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.